في مثل بيقول لك ما يقع الا الشاطر، بس وقعت الشاطر معروفه انها ب1000. وعمالين نقول للناس اوعى الجمال ده ينسيك ميعاد القطر. الفكره انه يا ريتها جت على فوتان ميعاد القطر. الموضوع بقى ابتدى لما احنا كان المفروض القطر بتاعنا الساعه 6:30، جه قطر داخل علينا المحطه، فقلت لفادي يلا بسرعه نلحق. سبعتني بقى اللي هو ايه الحق القطر جه وبتاع، انا كنت عمال املى ميه فيلا هوب نطينا اول ما لقينا القطر وصل وركبنا. بعدين ببص لقيت انه الناس واقفه تحت كلها والقطر فاضي يا جماعه. صحرا بقى في القطر، فببص كده في الساعه لقيت انه لسه ناقص على ميعاد القطر بتاعنا حوالي تلت ساعه او نص ساعه. قلت لها نهار ابيض احنا اصلا ركبنا قطر غلط. احنا عندنا ميعاد باص رايحين دوله جديده بالليل، ركبنا قطر غلط مش عارفين هو رايح فين. فادي بقى قرر يصلح الموقف، قال لك ايه بس خلاص احنا ركبنا قطر غلط متاكدين انه غلط، هننزل المحطه الجايه. نزلنا المحطه الجايه، ببص لك بقى لقيت لك محطه وسط جبال وخضار ومهجوره مفيش ولا واحد. صمت صمت. دخلنا المحطه ندور على الناس اللي بيحجزوا تذاكر عشان نسالهم، يعني نسال اي حاجه. سترايك هما الاضراب اللي عملوه كان زماننا اصلا خدنا بس خدنا ترين 5:30، حتى لو كنا عملنا نفس الحاجه كنا هنبقى بدري ساعه. اني الاقي بني ادم واحد يوحد ربنا في المحطه دي. اجمالت بقى الحكايه يعني، وعشان نعيش بقى قصه كلها مليانه رعب، احنا كنا قاعدين ومره واحده الصوت ده اشتغل يعني. جماعه ده غير ان احنا الاثنين من اكتر متابعين افلام الرعب يعني، فدي اي سيناريو فيلم رعب بدا بالطريقه دي. هو بقى كمان قعدنا نفكر طب نهرب بقى في البلد دي ونجيب بقرتين ومعزتين. يا بنتي دي رساله من ربنا بتقول لنا ننط في الجبل نشوف اي معزتين هناك ومحدش هياخد باله صح. المهم انه ربنا ستر لنا شاب ايطالي ما بيعرفش يتكلم انجلش بس يعني بس كتر طيب خيره قوي الصراحه. الراجل يعني حاول يساعدنا بكل الطرق الممكنه. الواد فهمنا انه في قطر معين هينزلنا محطه تانية، ومن المحطه التانية هناخد قطر تاني ينزلنا ميلانو. خدناها جري حرفيا بس بجد. الحمد لله وصلنا. احذر في ايطاليا زي ما احنا عملنا كده بالظبط، ما تعملوش زينا ابدا. وزي ما السفر فيه حاجات حلوه بيبقى فيه مغامرات، وطبعا ربنا بيستر. الحمد لله. القصص دي عجبتكم والمغامرات دي انبسطتكم، احنا لسه عندنا منها كتير جدا فتابعونا دايما. احنا بنتبسط قوي يا جماعه، معلش يا فادي قطعت. احنا بنتبسط قوي يا جماعه بجد لما بنلاقيكم متابعينا وعايزين تعرفوا ايه الاخبار، اخر الاخبار ورايحين فين، والناس كمان اللي بتسافر وبتطلب مننا ان احنا نساعدهم، بجد دي حاجه بتبسطنا قوي. فاستنوا الفيديوهات الجايه واستنوا البلد الجديده، هستناكم تخمنوا ايه البلد اللي احنا رايحينها واللي عملنا عليها الاكشن ده كله في الكومنتس ان شاء الله. باي باي. باي.